احنا مش كل يوم بيجيلنا بطة، ولما تجيلنا بطة لازم نعملها بالطريقة الصح. تعالوا بقول لكم عملت ايه في البطاية دي من غير سلق ولا تحمير، وطالعة بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده غير الطعم والريحة تجيب لاخر الشارع. اللحم طري جدا مستوي، وكل ده زي ما قلت لكم من غير مسلوق ولا حمر. وكمان الصوص بتاع عملت عليه احلى رز بسمتي، هتجربوه. يلا نشوف عملت كل ده ازاي. اول حاجة بعد ما غسلت البطاية كويس جدا، دقيق، ليمون، ملح، جنزبيل، طحينة بتضيع الزفارة. هعمل لها محلول نقع بسيط، ميه كتير، عليها كوبايه ملح، كوبايه سكر، شرايح ليمون وعصير ليمون، واي منكهات عندنا في البيت بنحطها. انا استخدمت عود قرفه، قرنفل، فلفل اسود، حبه، حبهان، ورق لورا. هنطلعها من محلول النقع بعد ما باتت ليله كامله في التلاجة في محلول النقع ده. هنطلعها وننشفها كويس جدا بالمناديل. تعالوا بقى نجهز احلى تتبيله. عندي هنا قرن فلفل احمر حلو، معايا طماطمتين، بصلتين، هفرمهم كلهم في الكبه، وهنزل عليهم بعصير برتقانه واحده، ربع كوبايه دبس رمان، ممكن نستبدله بعسل اسود، معلقه صغيره صويا صوص، ربع كوبايه زيت، معلقه ملح، 7 بهارات، فلفل اسود، بابريكا، بهارات مشويات. نقلب كل الحاجات الحلوه دي كلها مع بعضها ونتبل البطايه، وهنسيب شويه على جنب، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وهحطها في التلاجة ساعتين، وبعد الساعتين هجيب كيس حراري، ودي التركه اللي بتخلي البط دايب ومستوي حلو قوي واخد لون تحفه. هنجيب بقى كيس حراري ونحط له معلقه دقيق، ودي مهمه جدا نعفر بيها الكيس علشان جلد البطايه ما يلزقش ويطلع شكلها وحش في الاخر، فدي مهمه جدا. نحط بقى البطايه في الكيس بالشكل ده ونقفلها، ونعمل كام خرم كده فيها بالسكينه او بالمقص، ونزود ميه مغليه في الصينيه، وبعد كده ندخلها على الرف المتوسط على فرن سخن. بتاخد حوالي ساعتين في الفرن. اول ساعه بسيبها على نار عاليه، بعد كده بهدي النار لحد ما تستوي معايا خالص. نفس الطريقه دي بعملها في الحمام برضو، بحشيه واعمل كل اللي انا عملته في البطايه بعمله في الحمام، بس طبعا تتبيله مختلفه خالص، وبحطه في صينيه وبسويه في الكيس الحراري بالشكل ده. وهنا بعد الساعتين ما عدوا، شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هنطلعها من الكيس، شايفين العظم ازاي فك من اللحم؟ معنى كده ان هي استوت وبقت دايبه جدا. الصوص بقى اللي في الصينيه ده اللي نزل كل دهون البطايه بيدي طعم حلو جدا للرز البسمتي. فاكرين بقى معلقتين التتبيله اللي احنا شلناهم على جنب؟ هندهن بيها البطايه بالشكل ده ونحطها تحت الشوايه تاخد لون، وممكن كمان لو سيبناها شويه تاخد اللون اللي انتوا شفتوه في الاول، لكن انا مش عايزه اسويها زياده عن كده، هي كده بقت دايبه وحلوه جدا. ونجيب الحله اللي هنعمل فيها الرز البسمتي، ننزل بالصوص بتاع البطايه بالشكل ده، ونزود كده شويه حاجات بسيطه، حبهان، اللومي اللي هو الليمون الاسود دوت مجفف، عود قرفه، كاري، كركم، 7 بهارات، ملح. وننزل بحوالي كيلو رز بسمتي مغسول ومنقوع، ونقلب بقى الرز في الصوص الحلو ده. وبعد كده كان عندي الجناحات والزور بتاع البطايه كنت سلقاهم، هاخد المرقه بتاعتهم واسوي بيه الرز، يعني الرز كله واخد من طعم البطه كلها. كده كده بعد ما تشرب الميه هبدا اوطي عليه واسيبه يستوي على نار هاديه. وتعالوا بقى نشوف البطايه بعد ما خدت وش التحمير. وبس كده كله استوى معايا، البطه خدت وش حلو جدا. تعالوا بقى نغرف الرز البسمتي، غرفته في صينيه وحطيت عليه البطايه، نفس الصوص اللي في الصينيه دهنت كده بيه البطايه، بتدي شكل حلو جدا. وزي ما انتم شايفين البطايه مستويه حلو، العظم طالع منها اهو، دايبه ومستويه حلو جدا، والتتبيله بسيطه ومتبله حلو جدا. واللي بيفرق في الطعم زي ما قلت لكم محلول النقع ده، يعني بجد كنز، لو عملتوه في اي طير هيفرق جدا في الطعم، بيضيع الزفاره، بيطر اللحم جدا، بيدي طعم حلو لاي حاجه تعملوها. وبس على كده. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه، ما تنسوش لايك وشير ومتابعه للصفحه.